هاي السلام عليكم. اللي يضحك نبلوكيه، اللي يضحك نبلوكيه. توانسة. هاي يا سيدي افرحوا عاد. الديوانة ما عادش فيها رشوة. الديوانة التونس، الديوانة التونسية قال لك يا سيدي احنا اشرف الشرفاء. خرج لنا اليوم الناطق الرسمي باسم الديوانة، قال كما السلك الديوانة التونسية ما فيش رشوة، نزيه ينزه في الاعوان متاع السلك متاع الديوانة على حساب وانا عارف قداش 3 مليون تونسي مقيمين البر. قالك ما ثمش لا رشوة لا في مطارات لا في الميناء لا في لا داخل لا خارج، ما ثم ما ثمش رشوة. عمرنا ما خذينا مرة فرنك رشوة، كلهم نظاف كلهم حجاج. بدلوهم السنة عطاهم الكل عطاهم عمره مشوا حج والكل روحوا هك يبرقوا برقان. قال اسمك فيسبوك. هذايا السيد الناطق الرسمي باسم الديوانة. وقتاش خرج علينا؟ توا في السيزون. عارف الناس توانسة مروحة تو باش تروح ان شاء الله في الصيف، ان شاء الله الناس كلها تروح سلامات، اللي يحب باش يروح. وابدو يحضر من تو، بدو يطبخوا فيها من تو. صح انت يا الناطق الرسمي باسم الديوانة، كون جيت نظاف بالحق اختموا واحد نظيف يطلع على روحه ويقول راني نظيف يا عباد ربي. هاي راني نظيف، انسان نظيف، انا ما عندي حتى شيء. واحد هكاك في راحه من عقلي نطلع ونقول راني نظيف. وانت اصلا مادام طلعت كان يا ولدي 100 سنه وانتم تمصوا في جو العباد. العاد الاستقلال والرشوه موجوده، لا بطلت لا في عهد بورقيبه لا في عهد بن علي لا في عهد حتى واحد. وما هيش باش تبطل، قسما بالله العظيم لا تبطل، قسما بدين الله العظيم. يا الرشوه في تونس العالم الدنيا كلها تحبس، الدنيا كلها تحبس. أودي قانوني قوانين يلغوها، ودي حتى العيد الكبير يحب ينحو نحو، إلا الرشوة ما تنحاش. باش ينحولك الرشوة هذا مستحيل. شني ما زلت يا ربي الأعمال عليك. قلت تكا تشم في ريحة نسمة البلاد، تشم في ريحة نسمة تونس، تدخل يا ربي الأعمال عليك تسمع أفرح بيا. يا معلم باش نفرح بيك؟ في واحد يعلم به ربي عنده 10 سنين و5 سنين و15 سنة وأكثر ما روحش مروح يا ربي الأعمال عليك يفارس هكا جاي يسوق في 1500 1200 ألف كيلومتر حتى أكثر. ناس جاي من ألمانيا وجاي من الدنمارك وجاي من شنو مروح على إيطاليا مساكن يحب له معدي تعرف قداش من ليلة هو في السياقة بركة في كرهبة فهمني ولا مع عائلة وريسك وعالم وقداش من ليلة وبايتها ومن مطار لمطار وحالة حليلة باش في الأخر يوصل لك. تلقى عنده عائلة وناس صغار ودري صغار، في الأخر يوصل لك أنت يوصل لبلاده ماشي فارس باش يقعد داك الجمعتين ولا 3 باش يمشي قابل أم وبو. تعرضوا أنت أول حاجة يا ربي العمل عليك في دول الأخرى تحترم مروحة. في دول الأخرى اللي هنا بحدانا من غير ما نسمي لأنه قلبي يوجعني. جيراننا تدخل أرضك بالورد، تكي نتاعك 200 يورو 100 يورو تقص تكي ب 400 يورو تقص أنت زوز 3 صغار وتروح 500 يورو تقص أنت ومرتك زوز صغار وتروح على روحك وتوصل اون بونيتا ويعرضوك بورد، يعرضوك بالورد. احنا التكي ساعة ما نحكوش عليها، نحكو على الجماعة اللي تروح على البحر على البابور، الجماعة اللي يروحوا على الطيارات ربي معهم، ربي معهم. وما حاسبين كنا حاسبين خليجيين أمراء الكل. التكي تتكلف ب10 ملايين، مروحة واحد تكلف 15 مليون، واحد عنده هو مرته زوز 3 صغار تكلف له 15 مليون، ماشي برك وجاي ومصاريف ماشي وجاي. معناتها يلزمو يخدم 10 سنين برا باش يروح يتفرهد عويم. البابور الجماعة اللي توصل لتونس أول حاجة يتشمت فيك أفرح بيا كانك أنت مجموعة الرشوة تعطي في الرشوة تمشي له 50 ولا 100. أنا وهبط وتك تك تك يحسب روحه شاف واحد وكان زاد يلقى حاجة تعجبه في الكهرباء راهو يهزها، راهو يلقى لك أي حاجة تعجبه هزها، راهو عينك كذا وعين تضحك وعين تبكي ولا فكالك أصلا.
عجبته هاي حاجه من غير ما نبقى نسموها يعجبه حاجه يهز. كنت قلت له لا اخوي انا الرشوه خاف ربي ما نعطيش الرشوه والله كي تموت لا نعطيك اقسم بالله العظيم. عادي يقول لك برا امشي غادي ساعه قدم غدا هاني جاي عايش خويا باش ما نعطلش اخرين قدم هاني جاي. يتشمت فيك بالثلاثه بالاربع سوايع وتضرب فيك الشمس. وقسما بدين الله العظيم تلك مرات عندك انت وعائلتك وصغار وحاله حليله حتى الماء مرات تلقى ماكش قاري حساب فهمتني. يتشمت فيك ويخليك مرمي غادي بالثلاثه بالاربع سوايع ويقول لك هبط تزيد الدبش الكل تهبط الدبش الكل ويقعد يخزر له الشمس تطبخ فيه ويقعد يخزر له ويجي ويبدا بالحوايج اي حاجه يشوفها يدقق فيها ما يسيبك. كان تكره اللحظه اللي فكرت فيها باش تروح لبلادك. النهار هذاك اللي فكرت فيه باش تروح لتونس تكره تقول يا ليتني ما فكرت وما جيت اصلا. واحد يبدا يقول والله العظيم كنا بابور تو حاليا راجع منقص فيه ونروح فيه. يكرهوك في النهار اللي فكرت باش تروح فيه تونس. ليش ما عطيتوش هاك 10 ولا 20 ولا هاك 50 حق مكتسب يا معلم. وقتاش الديوانه ما فيهاش الرشوه يا معلم. بالعكس كي ما تدفعش الرشوه هو ما تسمىش ديوان. الديوانه مسميه الرشوه اختوا حاجه جديده هذه. بالكش انتم السلك عاملينه جديد هكا والتوانسه مازال في بالهاش سي معروف. الديوانه رشوه الرشوه سي ديوانه ما تدفعش ما تتعداش حق مكتسب. تدفعش امورك ما تتقضاش تدفع تتعدى حتى الكوكايين تتعدى. يحسب روحه يشوفك ويمشي على روحه. امان الهموم الزرقاء هذه كلها منين داخل باش تحب تفسرها لي انت الهموم الزرقاء والمخدرات والهموم الزرقاء تدخل تونس اكستازي ولا اسمها هذيك الهمومك الحبوب ها كيفاش قاعد تدخل؟ هبطوا فاهم السماء بالباراشوت قاعد تهبط في الليل ما تدخل عن طريق الديوانه ولا وشكون اللي يدخل فيها؟ شكون اللي يعدي فيها؟ نعدي فيها انا؟ سمعكم تعدوا فيها انتم؟ اخي ما تشدش حد ديواني مره ما تما فضايح خارجنا توا في السيزون وتقولنا فماش رشوه في سلك الديوانه يا معلم. هذا تحديث اخر تقول اي حاجه اخرى نصدقوك. تي امنيتي تنظاف البلاد. ثم تونسي ما يحبش تنظاف. ثم تونسي يروح يحب شكون يقلقوه يحب شكون ماذا باه الناس تك اخويا اموري قانونيه ما عندي حتى شيء. واحد مره فاتي مسكين يبكي مروح وعائلته ما عنده حتى شيء. هاز كرهبه تفالي جات ودبشات وعنده صغيرات الفوق مش واز حتى شيء التالي مش واز ما هاز حتى شيء معناتها فوق الكرهبه ولا خارج نطاق السياره من داخل. فالي جات ودبشات وصغيرات قالوا ادفع افرح بيا واش تنفرح بيا قال يمشي يا معلم قالوا ماشي حوايج افرح بيا اخي جاي من برا واحد قالوا ما ندفعش خويا انا راني الرشوه ما ندفعش والله كي يبدا من لي مثلا ابيض انا ندفع. اقسم بالله العظيم كان طرطر بيه خلاه ثم هو وعيت بناته تبكي عنده بنات صغيرات يتباكوا حاله حليله يودي ولا يحاول فيه. هذا السيد الناطق الرسمي انا والله نطالب والله المسؤولين غادي على الدوله ما نحبش نسمي حتى اسم بجاه ربي يعدموه هذا طيشوه في البحر. هذا السيد هذا اللي خرج كل سكت خير قاعد اسكت خلي المواطنين يتصرفوا بطبيعه مساكن مغلوبين على امرهم بطبيعتهم ما مخليهم يتصرف. اما باش تخرج لي تو وتقول لي راه فما رشوه شكون اصلا جاي يسال فيك انت؟ وانا تنرجعوا له موضوع الديوان باش نرجعوا له موضوع المطارات هاو جاي السيزون تو تنتولوا بكم ان شاء الله. هاي السلام عليكم.